في حارة ضيقة من حواري القاهرة، بين البيوت اللي الطوب فيها باين منه الشروخ، وريحة الطبيخ منتشرة في كل الحواري. عاشت نورة وسماح وهالة، 3 بنات ملهمش غير بعض. أبوهم سابهم من سنين، وأمهم كمان مرضت وسابت لهم الدنيا من غير وداع. نورة أختهم الكبيرة، عندها 20 سنة، وشها دايما عابس زي اللي شايلة هم سنين عمرها كله فوق دماغها. بتلبس طرحة سودا ملفوفة بسرعة على راسها، وعينيها الغامقة بتحكي حكايات ما اتقالتش. بتقعد في إشارة المرور تمد إيديها للناس اللي معديين بعربيات فارهة. أما سماح لسه عندها 18 سنة، كانت أهدى شوية، بس الحزن سايب علامة على وشها. بتقعد جنب الكوبري تبيع مناديل، بس إيه، حركة جدا وفهلوية، وبتتحايل على اللي رايح واللي جاي. أما هالة 14 سنة، بس عينيها لسه فيها لمعة الطفولة رغم التراب اللي مغطي وشها. بتلعب دور البريئة اللي بضحكة صغيرة تقدر تخلي أي حد يطلع فلوسه بكل سهولة. 3 أرواح متعلقة بين الشوارع، كل يوم بيبدأ بحلم صغير، إن حد يمدلهم إيده بالمساعدة، وينتهي بنفس الإيد وهي فاضية. لكن رغم ده، كان في بينهم ضحكة بتيجي في وسط الوجع، وكلمة طيبة تتقال قبل النوم، كأنهم بيقولوا لنفسهم إن بكرة هيبقى أحسن. الشمس كانت لسه بتشوي الأسفلت، والناس ماشية بسرعة كأنها هربانة من الحر. سماح واقفة في مكانها المعتاد جنب الكوبري، ماسكة أكياس المناديل اللي بقت شبه ورق الجرايد من كتر ما انطبع عليها همومها. عينيها بتراقب اللي رايح واللي جاي، بتتفرج عليهم كأنها بتتفرج على فيلم متكرر كل يوم. لكن النهاردة كانت مختلفة. سماح مخها شغال بفكرة عمالة تودي وتجيب في دماغها. حد لازم يطلعنا من العيشة دي، لو مش هنقدر نغير دنيتنا بإيدينا هنغيرها بعقلنا. بصت لنورة اللي كانت واقفة على الرصيف التاني بتجرب حظها مع السواقين. نورة بطبيعتها ما بتحبش الكلام الكتير، بس سماح عارفة إن أختها خلاص وصلت لآخر طاقتها. أما هالة كانت قاعدة على الرصيف تلعب بشوية زلط صغيرين، بتحاول ترسم شكل قلب على التراب كأنها بتخلق حاجة حلوة تستمتع بيها. سماح قالت في سرها: لازم نعمل حاجة، مش هنفضل كده طول العمر. تاني يوم سماح صحيت بدري، لفت طرحتها اللي لونها بقى أقرب للرمادي، ومسكت في إيديها المناديل المعتادة. لكنها مشيت النهاردة بنظرة مختلفة. عينها بتدور على حاجة مش في جيوب الناس، لأ، عينها بتدور على فرصة. عند الإشارة وقفت جنب ست كانت لابسة نضيف، لكن باين عليها إنها مستعجلة ومتوترة. سماح خدت بالها من ده، وبدل ما تمد إيديها تطلب مساعدة، بصت لها بابتسامة صغيرة وقالت لها: في حاجة وقعت من حضرتك؟ الست اتفاجئت، بصت في شنطتها بسرعة، ولما لقت كل حاجة مكانها ابتسمت ابتسامة حيرة وقالت لها: لا يا حبيبتي، ما وقعش مني حاجة. سماح هزت كتفها وقالت ببراءة: يمكن أنا اللي غلطانة، بس قلت أقولك يمكن تكوني مش واخدة بالك. الست شكرتها بابتسامة، وسماح كملت طريقها وهي بتضحك في سرها. مفيش حاجة وقعت ولا حاجة، لكن عرفت إن البنت اللي بتطلب بإيديها مش زي البنت اللي بتتكلم بذكاء. بالليل لما نورة وهالة كانوا قاعدين يفكروا في يومهم اللي خلص بنفس التعب، سماح قالت بفخر: أنا خلاص عرفت احنا هنعيش ازاي. نورة رفعت عينيها باستغراب: يعني ايه؟ مش فاهمة. سماح قربت منها وهمست: بدل ما نمد ايدينا هنستغل عقلنا، هنساعد الناس بس بطريقتنا. هالة سألت بكل براءة: هنساعدهم ازاي واحنا مش معانا حاجة؟ سماح ابتسمت وقالت: احنا معانا حاجة أهم من الفلوس، احنا معانا عيون بتشوف ودماغ بتفكر، بكرة هتشوفوا بنفسكم. تاني يوم سماح كانت واقفة في نفس مكانها عند الكوبري، بس المرة دي كانت عينيها مليانة ثقة. تحرك المناديل بين ايديها كأنها بتلعب بيهم، ومن بعيد كان نورة وهالة مراقبينها مستنيين يشوفوا ايه اللي ناوية تعمله. عدى راجل 50 لابس بدلة رمادي، واضح انه مستعجل.
سماح لمحته بعين الخبرة، قربت منه بخطوات سريعة وقالت له بصوت هادي: حضرتك وقع منك حاجة؟ الراجل وقف فجأة وبصلها بقلق ومد ايده على جيوبه بسرعة، فتش شنطته. لما لقى كل حاجة مكانها رفع عينه لها باستغراب: ايه اللي وقع مني؟ سماح ابتسمت ابتسامة شقية وبريئة: يمكن كنت غلطانة، بس حسيت ان في حاجة وقعت منك. الراجل بصلها لحظة وبعدها ضحك بخفة: انتي شاطرة يا بنتي، بس مش عليا. الكلمة دي دخلت على سماح، جمدتها في مكانها. ازاي عرف؟ ومين الراجل ده؟ قبل ما تلحق تفكر الراجل كمل كلامه: انا عارف النوعية دي من زمان. انتوا مش بتسرقوا بس، بتستغلوا الحيرة والخوف، وده في حد ذاته شطارة، بس مش دايما الدنيا بتعدي بسلام. نورة كانت على بعد خطوات ولسه بتراقب، قربت بسرعة وبصت للراجل بحدة: انت عايز ايه منها؟ الراجل بص لنورة وضحك: انا مش عايز حاجة، بس يمكن انقذكم من نفسكم. وسابهم ومشي، كأن كلمته كانت مجرد تحذير، او يمكن كان بيتسلى. بالليل الاخوات كانوا قاعدين في زاويتهم المعتادة في الحارة، والنقاش بينهم كان مولع. هالة اللي دايما عقلها شغال بالحكايات قالت وهي بتغمز: يمكن يكون ضابط متخفي. نورة هزت راسها: أو يمكن حد من اللي بيشتغلوا في حاجات مش نظيفة وبيفكر يضمنا ليه. سماح كانت ساكتة وعمالة تقلب الكلام في دماغها، وقالت: أنا مش عارفة هو مين، بس اللي متأكدة منه إن الراجل ده هنشوفه تاني. وفعلا كلامها كان صح. تاني يوم وهم في نفس المكان ظهر الراجل تاني، لكن المرة دي ما كانش لوحده، كان معاه شاب طويل وفي ندبة في وشه خفيفة تحت عينه، ولابس جاكيت جلد باين عليه انه مش من النوع اللي بيتشاف في الحواري. الراجل ابتسم وهو بيبص لسماح: انا اسمي عبد الرحمن، والشاب ده اسمه سامي، ولو عايزين تعرفوا احنا مين يبقى لازم تقرروا انتوا عاوزين ايه في حياتكم. سامي كان واقف جنب عبد الرحمن، عيونه سودة فيها حاجة مش مفهومة، ندبة رفيعة تحت عينه الشمال زي علامة محفورة من زمن بعيد. سماح ما قدرتش تشيل عينيها من عليه، كانت دايما مؤمنة إن الندبات مش مجرد جروح، دي حكايات محدش عارفها غير صاحبها. عبد الرحمن لاحظ نظراتها، ابتسم بخبث وقال: واضح إن في حد شاغل بالك. سماح رفعت راسها بسرعة وردت بتحدي: وانت مالك، في حد شاغل بالي ولا لأ؟ عبد الرحمن ضحك ضحكة صغيرة كأنه استمتع بالرد: عندك حق، بس ساعات الفضول بيكون أخطر من الحقيقة. سامي اللي طول الوقت كان ساكت نطق أخيرا بصوت تقيل كأنه خارج من قلب حجر: لو عايزة تعرفي الحقيقة اسألي، بس ما تندميش. نورة اتدخلت بسرعة وهي بتتكلم بخشونة: محدش طلب منك يعرف حاجة. سامي بصلها ببرود وقال: بس أختك عاوزة تعرف، وأنا مش بحب أسيب أسئلة من غير إجابة. وأنا صغير كنت فاكر إن الشارع مكان للعب والضحك، لكن لما أمك وأبوك يختفوا فجأة وما تلاقيش غير البرد والجوع بتفهم إن الشارع مش ساحة للعب، لأ، دي ساحة حرب. سماح قربت أكتر وصوتها كان هادي وهي بتسأل: طب والندبة اللي تحت عينك دي؟ سامي حرك صباعه عليها كأنه بيفتكر إحساس الجرح وهو بيلسع جلده. كنت فاكر إن أقدر أخد حق بإيدي. في يوم سرقت رغيف عيش من كشك، واللي كان صاحب الكشك ما رحمنيش، ضربني بحديدة وساب العلامة دي في وشي. ومن يومها بقيت فاهم إن الدنيا مش هتديني حاجة ببلاش. كانوا واقفين بيسمعوه وهم زعلانين جدا ومتضايقين من اللي حصل له ومن قسوة الراجل اللي ضربه بالحديدة عشان خاطر رغيف عيش. عبد الرحمن اللي كان ساكت طول الحكاية اتكلم أخيرا: بس سامي دلوقتي مش طفل ضعيف، وهو عارف ازاي ياخد اللي هو عايزه من الدنيا. والسؤال دلوقتي، انتوا عاوزين تفضلوا في نفس الحتة دي ولا عاوزين فرصة حقيقية؟ سماح سألت بشك: فرصة ايه؟ عبد الرحمن ابتسم ابتسامة غامضة: شغلانة بفلوس حقيقية،
لكن مش أي حد يقدر عليها. نورة ردت بسرعة: وإحنا إيه اللي يخلينا نثق فيك؟ سامي بص لنورة وعينه لمعت. الثقة حاجة بتيجي مع الوقت، ولو عايزين تعرفوا أكتر يبقى تيجوا معانا. دلوقتي القرار في إيديكوا. الشمس كانت بتلمع على الأسفلت، والدنيا كانت مليانة ناس، اللي كل واحد فيهم شايل همومه في صمت. سماح كانت واقفة جنب نورة وهالة، وعينيهم متثبتة على عبد الرحمن وسامي، كأن واضح إن القرار اللي هياخدوه دلوقتي هيغير حياتهم للأبد. عبد الرحمن مد إيده بإشارة بسيطة: يلا، الفرصة مش بتستنى حد. سماح بصت لأختها الكبيرة اللي ملامحها كانت مشحونة بخوف وشك، لكن في نفس الوقت كان في حاجة تانية، حاجة أشبه بالفضول اللي ما يتقاومش. نورة سألت بحدة: وهنروح فين بقى؟ عبد الرحمن ابتسم ابتسامة شبه مطمئنة: مكان هنبدأ فيه شغل بسيط، كله بالكلام والمعرفة، ومش مطلوب منكم غير عيونكم اللي شايفة كل حاجة. سامي اللي كان واقف ساكت كالعادة بصلهم نظرة غامضة وقال: بس خلي بالكوا، مش كل حاجة بتشوفوها تستاهل ان انتوا تعرفوها. مشي وراه في صمت. الشوارع بتضيق اكتر كل ما بيتقدموا، والحواري بتزيد عتمة. مروا على عيال بتلعب بالكورة المقطوعة، وستات قاعدة على العتبات تحكي حكايات ملهاش نهاية. وأخيرا وقفوا قدام باب حديدي، الباب مصدي وعليه كمية تراب كأنه بقاله سنين ما تنضفش. سامي خبط عليه خبطة معينة والباب اتفتح في ثواني، ما خدوش وقت. من جوه كان في قعدة كبيرة في مكان شبه مخزن قديم، كراسي مكسورة، ترابيزات عليها كروت لعب، وشوية وشوش غريبة. لكن اللي لفت انتباههم كان راجل واقف في الضلمة، ماسك سيجارة بإيده اللي كلها مليانة وشم من أولها لآخرها. عبد الرحمن شاور له وقال: ده أدهم، صاحب المكان، وهو اللي هيقول لكم على كل المطلوب. مفيش حاجة ببلاش هنا، اللي هيشتغل معايا هيكون جزء من اللعبة، فاهمين؟ سماح بلعت ريقها وهي بتحاول تخبي قلقها. نورة شدت هالة ناحيتها بحماية واضحة، لكن عينيها ما كانتش بتفارق أدهم. أدهم قرب منهم وبص لنورة بنظرة طويلة أكتر من اللازم، وكأنها فريسة تحت المراقبة. وانت بقى شكلك مش متعودة على الأماكن دي. نورة ردت بسرعة بصوت تقيل: وانت شكلك متعود تشوف الناس من بره بس ما بتشوفهمش من جوه. ضحكة خفيفة كده طلعت من سامي، لكن أدهم ما تأثرش. هتشوفوا بنفسكوا بكرة الصبح هيتحدد مكانكم في اللعبة دي، واللي مش قدها الباب مفتوح. عبد الرحمن ختم الكلام: خدوا وقتكم النهاردة، بس افتكروا الرجوع مش دايما سهل. الليل كان هادي، لكن جو المخزن كان مليان توتر مش مفهوم. نورة كانت قاعدة في ركن بعيد، عينيها بتراقب كل حركة. أدهم اللي شكله كان عامل زي الخيال التقيل في المكان ما كانش بيشيل عينه من عليها. النظرة دي كانت عاملة زي سكينة باردة ماشية على جلدها. سماح وهالة حاولوا يتعاملوا مع الموضوع على إنه عادي، لكن نورة حست إن الموضوع مش مجرد اهتمام عابر. في حاجة في نظرة أدهم كانت بتقول أكتر بكتير من اللي بيبينه. في نص القعدة أدهم أمن مكانه وتحرك ناحيتها. كل خطوة كانت بتسمع في المكان، كأنها إعلان عن حاجة مش حلوة جاية. مش بتحبي الكلام صح؟ نورة بصت له وملامحها كلها حدة. الكلام ملوش لازمة لو مفيش حاجة تتقال. أدهم ضحك ضحكة خفيفة بس عينيه ما فرقتهاش. أنا بحب اللي زيك، اللي فاكر إنه يقدر يخبي خوفه بس مش عارف. الخوف بيبان في العيون أكتر من الكلام. نورة ما تهزتش، ردت ببرود: وأنا عارفة اللي بيحاول يخوف الناس هو أكتر واحد بيخاف. الكلام كان تقيل على أدهم بس ما انفعلش، بالعكس قرب أكتر لحد ما المسافة بينه وبينها بقت معدومة تقريبا. إحنا هنا في لعبة يا نورة، وكل واحد فينا ليه دور، ودوري إن أعرف مين اللي قد اللعبة.
ومين اللي هيخرج منها أول ما السخونية تزيد. سماح كانت متابعة الحوار من بعيد، قلبها عمال يتنفض مع كل كلمة بتتقال. حاولت تقوم، لكن سامي كان واقف قريب منها وكأنه عارف هي عايزة تعمل ايه. سيبيها، نورة مش هتحتاج حد ينقذها. سماح بصيت له بحدة. وانت ايه، فرحان بالمشهد اللي انت شايفه؟ سامي رد بهدوء غريب. انا عارف ادهم بيعرف يختبر الناس، بس المشكلة مش في الاختبار، المشكلة في اللي بيجي بعده. ادهم ما كانش مستعجل، لمعة عينه كانت زي الصياد اللي مستني اللحظة المناسبة. انا عايزة اشوفك بكرة في الشغل، لكن مش شغل عادي. في ناس محتاجة تتعلم ان الدنيا مش مكان سهل، وانتي هتكوني السبب. نورة سألت بحدة، تقصد ايه؟ ادهم قرب اكتر وهمس، بكرة هتعرفي، بس خلي بالك اي غلطة تمنها غالي. الليل كان حالك والدنيا في الحارة ساكتة إلا من صوت الكلاب اللي عمالة تنبح من بعيد. سماح ونورة وهالة كانوا ماشيين بسرعة في الحارة الضيقة، خطواتهم بتجري فوق الأرض المطربة، وكل نفس بيخرج منهم كان تقيل وكأنهم شايلين معاهم الهم. هالة كانت أول واحدة تفتح الكلام وصوتها كان فيه رعب واضح. احنا ما ينفعش نقعد هنا، الراجل ده مش طبيعي. نورة مردتش، عينيها كانت متثبتة قدامها، لكن عقلها كان لسه هناك في المكان اللي خرجوا منه. نظرة أدهم، كلماته، وإحساسها بأنه كان بيلعب بيها زي ما الصياد بيلعب بفريسته قبل الضربة القاضية. سماح حست بيها، قربت منها وهمست لها وقالت، انتي كويسة؟ نورة هزت راسها، لكن الحقيقة انها ما كانتش كويسة خالص. قلبها كان عمال يدق بسرعة، وإحساس غريب كان مسيطر عليها. كان في حاجة في كلام أدهم لسه بتطاردها. أنا مش عاوز أهرب طول عمري. الكلمة دي طلعت منها فجأة، خلت سماح وهالة يبصولها باندهاش. نورة، انتي بتقولي ايه؟ احنا لسه خارجين بالعافية وكنا هنقع في مصيبة. لكن نورة كانت مصممة، عينيها لمعت بشجاعة ممزوجة بعناد. بس أنا لازم أفهم، مش هسيب حد يلعب بيا وامشي كأن مفيش حاجة حصلت. تاني يوم الصبح، رغم اعتراض هالة وتردد سماح، نورة كانت أول واحدة جاهزة. وقفت قدام المراية المكسورة وبصت لنفسها. أنا مش هخاف. خرجت من الباب وسماح وراها، وهالة بتجري عشان تلحقهم وهي لسه مترددة. الشوارع كانت زي العادة مليانة وشوش تعبانة، لكن في عيون نورة كل حاجة بقت أوضح. أنا مش ههرب، مش هفضل هربانة على طول. وكأن القرار اتاخد خلاص. عبد الرحمن كان مستنيهم عند نفس المكان، ابتسم لما شافهم كأنه عارف إنهم هيرجعوا. كنت عارف إن اللعبة لسه ما خلصتش. نورة وقفت قدامه وعينيها كلها تحدي. انت قلت إن الشغل مش سهل، خلاص أنا جاهزة. عبد الرحمن ابتسم ابتسامة صغيرة، لكن عيونه فضلت غامضة. مستعدين للدرس الأول؟ الشمس كانت بتغيب في السماء، والناس في الحارة كانت بتستعجل تختم يومها قبل ما الضلمة تبلع كل حاجة. سماح كانت ماشية جنب سامي، لكن الخطوات ما بين الاتنين كانت حذرة، كأن كل واحد فيهم مستني التاني يغلط ويتكلم. سامي كان دايما ساكت، بس في صمته كان فيه كلام كتير. سماح حست إن لو في حد ممكن يفتح لها باب الفهم في الحكاية هو سامي. انت بالك قد ايه مع عبد الرحمن وأدهم؟ السؤال خرج منها كأنها بتختبر المية برجليها. سامي لف عينه عليها، نبرته كانت متماسكة، لكن سماح شافت لمعة خفية في عينيه. من زمان، أكتر مما تتخيلي. وانت راضي؟ يعني راضي بالشغلانة دي؟ سامي ضحك ضحكة صغيرة كده، لكن فيها مرارة واضحة. الرضا؟ محدش فينا عنده رفاهية الرضا، في ناس بتختار وفي ناس بتضطر. سماح ما سابتش النقطة. وانت كنت اي نوع منهم؟ سامي وقف فجأة وعينه اتثبتت عليها. الملامح اللي كانت غامضة طول الوقت بقت أوضح للحظة. أنا كنت طفل في الشارع،
لما الدنيا تاخد منك كل حاجة ما بيبقاش قدامك غير انك تاخد اللي تقدر عليه، حتى لو ده معناه انك تمشي في السكة اللي الكل بيخاف منها. سامي خد نفسه وكأنه بيرجع بالزمن. كنت صغير، أبويا مات في خناقة، وأمي ما قدرتش علينا، لقيت نفسي في الشارع وحيد. كنت بسرق عشان آكل وأجري عشان محدش يمسكني، لحد ما أدهم لقاني. سماح سألت باستغراب: وأدهم عمل معاك إيه؟ علمني إزاي أكون خايف وإزاي أخلي غيري يخاف أكتر. سماح قالت له: بس لو عاش في قلبك كتير يبقى هو اللي هيحكمك. الكلام ساب أثر تقيل عليها، لكنها ما قدرتش تمنع نفسها من السؤال اللي كان بيرن في عقلها: بس انت دلوقتي مش في الشارع، ليه لسه معاه؟ سامي ابتسم ابتسامة حزينة، لأن في ناس فاكرة ان الخروج من السكة دي سهل، لكن اللي يدخل ما يعرفش يخرج نفسه. سماح فضلت واقفة بتحاول تستوعب كل كلمة. سامي مش مجرد واحد تابع لأدهم، هو واحد وقع في شبكة أكبر بكتير مما كانت متخيلة. لكن لسه في حاجة مش مفهومة: ليه سامي هنا؟ وليه عيونه دايما بتقول أكتر من اللي لسانه بينطق بيه؟ الليل كان ساكت إلا من همسات الرياح اللي بتمر بين الحارات الضيقة. سماح ما قدرتش تهدى بعد ما سمعت الكلام ده من سامي. قلبها كان مقبوض، وكأن في حاجة تقيلة كابسة على نفسها. نورة كانت قاعدة جنب الشباك في الأوضة الصغيرة اللي كانوا دايما بيتلموا فيها كل ليلة، بتبص في الفراغ وعقلها بعيد. سماح دخلت، وقبل ما نورة تلحق تسأل سماح قالت لها بلهفة: نورة، لازم تسمعيني. نورة بصت لها بتركيز، حست من نبرة صوتها إن الموضوع مش بسيط. في إيه يا سماح؟ سماح قربت منها وهمست: أنا كلمت سامي وعرفت حاجات تخوف. الراجل ده مش مجرد بلطجي، الراجل ده وقع في الشبكة ومش عارف يخرج منها، وإحنا داخلين نفس السكة. نور عينيها ضاقت كده لكنها ما بينتش خوف. وانتي شايفة ان احنا لازم نهرب؟ مش قصدي نهرب، بس قصدي انك تاخدي بالك، ادهم مش بيلعب ومش هيكون رحيم لو حس اننا مش نافعين ليه. نورة سكتت شوية وعقلها عمال بيودي ويجيب. بس انا مش هفضل عايشة طول عمري خايفة. لو في لعبة يبقى لازم اعرف نظامها ايه، ولو في خطر يبقى لازم نعرف مين اللي وراه. سماح حاولت تقنعها، بس سامي قال إن اللي يدخل في السكة دي ما بيعرفش يرجع منها. نورة ابتسمت ابتسامة صغيرة فيها تحدي: وأنا مش سامي، ولو أدهم فاكر إنه بيلعب بينا يبقى مش عارف هو بيلعب مع مين. في اليوم اللي بعده نورة دخلت المخزن من غير تردد. سماح كانت وراهم، وهالة ماشية معاهم بخوف واضح. عبد الرحمن كان مستنيهم عند الباب، وعينه ما كانتش بتفارق نورة. كنتوا فاكرين اني مش هشوف الخوف اللي في عيونكم امبارح؟ نورة ردت ببرود: الخوف ما بيقتلش، بس التردد هو اللي بيعمل كده. ادم اللي كان قاعد في الركن كالعادة ضحك بصوت واطي: وانا بحب اللي ما بيترددش. المخزن كان مليان بدخان السجاير وصوت التكات الخفية لولعة ادهم وهو بيولع سجارته. الجو كان تقيل والعيون كلها على نورة، لكن ما اتحركتش. وقفت بتحدي كأنها بتقول من غير كلام إنها مش هتتراجع. أدهم نفخ الدخان ببطء، صوته كان هادي لكن فيه نبرة تهديد: عايزة تلعبي مع الكبار يا نورة؟ يبقى لازم تثبتي إنك قد الكلام. نورة ما ردتش، عينيها كانت ثابتة عليه، مستنية تعرف إيه اللي هيطلبه. في واحدة اسمها أم جابر، بتعمل شغل مشبوه في الحارة اللي ورا السوق، ست دماغها ناشفة وما بتديش حاجة من غير تمن. عبد الرحمن قاطع أدهم وهو بيبتسم ابتسامة خبيثة ومحدش عارف يكسرها لحد دلوقتي. أدهم كمل وهو بيلعب في ختمه الفضة: أنا عاوزك تروحي لها وتاخدي منها الحساب اللي علينا، مش عاوز أسمع كلمة لأ. لو رجعتي من غيره يبقى انسي انك موجودة هنا تاني. بعد ما خرجوا من المخزن سماح قربت من نورة بخوف: انت عارفة ان ام جابر مش سهلة،
الناس بتقول إنها ليها عيون في كل مكان، ولو حست إن حد بيلعب عليها بتخلص منه في ثانية. نورة خدت نفسها وهي ثابتة وقالت: وأنا مش هروح ألعب، أنا هروح أتصرف. هالة اللي كانت ساكتة طول الوقت حاولت تقنعها: طب ما نشوف حد يروح معاكي، مش لازم تروحي لوحدك. لكن نورة رفضت: لو أنا مش قدها يبقى ما كانش المفروض أدخل في السكة دي من الأول. الحارة اللي ورا السوق كانت أضيق من اللي قبلها، والبيوت مكعبرة فوق بعضها كأنها شايلة سنين من التعب. الأطفال كانوا بيجروا في الشارع، والستات قاعدين على العتبات بيبصوا لنورة وهي ماشية بخطوات ثابتة. أم جابر كانت قاعدة في ناصية الحارة جنب محل خردة قديم، ست ضخمة وشها مليان تجاعيد وعينيها سودة غامقة كأنها بتشوف اللي جوه القلب. انت مين وعايزة ايه؟ نورة قربت وصوتها ما تهزش: انا جاي اخد الحساب اللي عليكي الأدهم. أم جابر ضحكت ضحكة صغيرة كأنها مستغربة من جرأة نورة: وأدهم بقى بعتلي بنت صغيرة عشان تقف قدامي؟ وانا مش واقفة، انا جاي اخد حقي الحساب، وإلا. أم جابر قطعتها وهي بتبرق لها: وإلا ايه يا بت؟ فاكرة نفسك مين عشان تيجي تهددي أم جابر؟ نورة قربت أكتر ونبرة صوتها بقت أهدى لكن أقوى: أنا مش جاية أهددك، أنا جاية أنفذ. أدهم قال لي أرجع بالحساب أو مرجعش خالص، وانتي عارفة أدهم مش هيسكت لو ما خدش اللي هو عايزه. أم جابر سكتت لحظة كأنها بتحسبها في دماغها، بعدين قامت من مكانها وخبطت بإيديها على كتف نورة: عجباني يا بت، بس خلي بالك اللي دخل السكة دي ما بيخرجش منها سالم. خدي وقولي لأدهم إن الحساب اتصفى، لو رجع لي تاني مش هيلاقيني لوحدي. نورة رجعت والشنطة في إيديها. سماح وهالة كانوا مستنيين بقلق، لكن أول ما شافوا نورة روحهم ردت فيهم تاني. أدهم كان مستنيها وابتسامة خفيفة اترسمت على وشه وهو بيشوف الشنطة: واضح إنك فعلا قد اللعبة. لكن في عينه كان في حاجة تانية، حاجة أخطر. بس اللعبة لسه ما خلصتش يا نورة. الليل كان هادي، لكن جوه نورة وسماح كان في عاصفة. بعد المهمة اللي نورة عملتها كل حاجة بقت أوضح وأخطر. سماح كانت حاسة إن سامي عارف أكتر مما بيقول، والشك بقى بينه وبينها زي حبل مشدود على آخره. سامي كان قاعد لوحده جنب القهوة القديمة اللي في آخر الحارة، عيونه غرقانة في الضلمة اللي حواليه. سماح قربت منه بخطوات واثقة، لكن قلبها كان بيدق بسرعة. سامي رفع عينه وبصلها بابتسامة خفيفة: ما كنتش متوقعة أشوفك الليلة دي هنا. سماح ثابتة وما حاولتش تلف وتدور عليه: سامي أنا عايزة أعرف الحقيقة. سامي مال بجسمه لقدام: وأي حقيقة تقصديها؟ الحقيقة اللي انت دايما بتحاول تخبيها. ليه أدهم مهتم بنورة للدرجة دي؟ وإيه الدور اللي انت بتلعبه في كل ده؟ سامي ضحك ضحكة قصيرة لكنها كانت أقرب للبكا: الحقيقة يا سماح إنك لو عرفتيها مش هتعرفي تنامي تاني. طيب جربني. سامي سكت لحظة كأنه بيحارب حاجة جواه. عيونه كانت بتلمع تحت نور اللمبة الصفرة، وكأن في سر تقيل محبوس جواه. أدهم مش مجرد واحد بيلم فلوس أو بيهدد الناس، هو بيلعب لعبة أكبر من كده بكتير. كل واحد فينا بالنسبة له زي حجر الشطرنج، بيحركنا زي ما هو عايز. سماح قربت أكتر، صوتها كان مليان إصرار: ونورة إيه بالنسبة له؟ سامي اتنهد بعمق وبص بعيد كأنه خايف يواجه الإجابة. أدهم شايف فيها حاجة، قوة يمكن أو جنون. هو بيحب النوعية دي من الناس. سماح حست إن في حاجة أكبر من مجرد لعبة شغل.
في حاجة مش مفهومة، حاجة بتلمع في عيون سامي كأنه بيحذرها من حاجة جاية. وانت يا سامي، انت ليه لسه هنا؟ سامي ابتسم ابتسامة حزينة. أنا جزء من اللعبة، بس الفرق إني عارف إني خسرت من زمان. وقبل ما سماح ترد، لمح إن عبد الرحمن واقف على أول الناصية في الحارة، عينه عليهم، وكان وجودهم مع بعض مش عاجبه. سماح ما قدرتش تهز كلام سامي من دماغها، كانت عارفة إن لو في حد لازم تكتشف حقيقته فهو أدهم، الشخص اللي بيتحكم في كل حاجة من ورا الستار، واللي شكله دايما هادي لكن عينه بتحكي قصة تانية. الليلة كانت طويلة والضلمة غطت الحارة. سماح قررت تستنى الفرصة المناسبة. من بعيد شافت أدهم خارج من المخزن وعبد الرحمن ماشي وراه زي ضله. قلبها كان بيدق بسرعة وهي ماشية وراهم من غير ما يحسوا. كانت بتاخد خطواتها بحذر، تستنى كل ما حد يعدي من الشارع عشان ما تبانش. أدهم مشي في طرق ضيقة، عارف كل مخرج وكل مدخل كأنه حافظهم زي اسمه. سماح حاولت تبعد عن الأنظار، لكنها فضلت محافظة على المسافة اللي تخليها تشوف وتسمع كل حاجة. وأخيراً وقفوا قدام بيت قديم في آخر الحارة. البيت كان مهجور، الشبابيك مكسورة والأبواب متغطية بالحديد اللي صدى. عبد الرحمن خبط خبطتين خفاف وفي لحظة الباب اتفتح. سماح قربت أكتر، قلبها كان بيدق من التوتر. المكان كان غريب، كأنه مخبأ لناس مش عاوزين حد يعرف عنهم حاجة. من خلال الشقوق اللي موجودة في الباب المكسور، سماح قدرت تشوف نور خافت جوه. أدهم دخل وعبد الرحمن فضل واقف عند الباب كأنه حارس. الصوت كان مكتوم، لكن سماح سمعت كفاية عشان تفهم. أدهم كان بيتكلم مع واحد تاني وقال له: الشحنة وصلت وكل حاجة تحت السيطرة، بس عاوزين نتأكد إن محدش هيتكلم. الراجل التاني رد بنبرة مريبة: ونورة. سماح اتشدت أكتر وعينيها وسعت. نورة تحت عيني، بس لو خرجت عن السيطرة عارف أنا هعمل إيه. سماح بعدت بسرعة قبل ما حد يحس بوجودها. أنفاسها كانت مقطوعة وعقلها بيدور بسرعة. أدهم مش بس بيلعب بالنار، ده كمان بيخطط لحاجة أخطر بكتير. سماح خدت نفسها وحسمت قرارها، مش هينفع تروح لنورة من غير ما تبقى متأكدة. أدهم بيلعب لعبة خطيرة وأي خطوة غلط ممكن تكلفهم حياتهم. فضلت مستخبية في الضلمة، عينيها بتراقب كل حاجة حواليها. المكان كان أشبه بمخزن مهجور، لكن جوه كان فيه حركة واضحة، ناس طالعين وداخلين وأصوات مكتومة وشحنات بتتسلم من غير ما حد يحس. الشحنة وصلت. الجملة اللي سمعتها من أدهم كانت شغالة في دماغها زي جرس الإنذار. بس شحنة إيه؟ سلاح؟ مخدرات؟ ولا حاجة أسوأ؟ بعد حوالي ساعة الباب اتفتح تاني والشخص اللي كان جوه مع أدهم خرج. سماح ما قدرتش تشوف ملامحه، لكنه كان طويل وجسمه عريض وماشي بخطوات واثقة زي ما يكون متعود على السيطرة. ركب عربية سودة مركونة في الضلمة. بمجرد ما العربية اتحركت، سماح قررت تاخد خطوة أخطر. لازم أعرف مين الراجل ده. سماح لحقت العربية من بعيد، ماشية في الحارات الجانبية. الشوارع كانت هادية، بس الإحساس بالخطر كان مالي الجو. العربية وقفت أخيراً قدام مبنى صغير على أطراف الحي، شكله زي مكتب قديم مهجور. الراجل نزل بص حواليه بسرعة وبعدها دخل جوه. سماح استنت دقايق وبعدها قررت تقرب أكتر. كان في شباك جانبي مكسور ومن خلاله قدرت تشوف جوه المبنى. الراجل كان واقف قدام مكتب خشب كبير بيتكلم في التليفون. سماح ما قدرتش تسمع كل حاجة، لكن كلمة واحدة وقعت على ودانها زي الصعقة: العملية هتتم في ميعادها والبضاعة هتوصل للمكان المتفق عليه. سماح كانت بتحاول تفهم أكتر، لكن اللي حصل بعدها خلاها تتجمد مكانها. أدهم دخل المكتب وابتسم ابتسامة باردة للراجل:
مفيش حاجة خارجة عن السيطرة، صح؟ الراجل هز راسه بثقة. كله تحت السيطرة، بس البنت. أدهم رفع ايده، مش عاوز يسمع أي اعذار. أنا اللي بقرر هنا، ونورة هتفضل في المكان اللي أنا عاوزه لحد ما أقرر العكس. سماح حست بخطوات بتقرب من الشباك بسرعة. نزلت واستخبت في الضلمة. قلبها كان بيدق بسرعة، لكن عقلها كان مركز. نورة في خطر، وأدهم مش هيتردد في استخدامها في لعبته القذرة. سماح فضلت مستخبية في الضلمة، عينيها مش سايبة أي حركة، لكنها عارفة إن دي آخر فرصة ليها. كانت عايزة تعرف أكتر. ما كانش ينفع تسيب المكان من غير ما تفهم العملية دي فيها إيه بالظبط. المكتب كان باين عليه الإهمال من بره، لكن جوه كان مختلف. النور ضعيف، والمكاتب مطربة، والورق مرمي في كل حتة. سماح حاولت تركز مع أي صوت يطلع من جوه. أدهم كان بيتكلم بنبرة واثقة، والراجل اللي معاه كان بيسمع في صمت. سماح قربت شوية عشان تسمع أكتر. الشحنة دي مختلفة عن أي شحنة، مش زي اللي قبلها. المرة دي الموضوع حساس أكتر. الراجل هز راسه. مفهوم، والناس هتستلم. أدهم اتنهد ببطء، وكأنه بيحسب كل كلمة بيقولها. محدش يعرف أي تفاصيل غيري، واللي هيسأل أكتر من اللازم هيختفي. سماح حست بقشعريرة في جسمها. أدهم كان بيتكلم عن الموضوع كأنه لعبة، لكن اللعبة دي فيها أرواح ناس. بعد ما أدهم والراجل خرجوا من المكتب، سماح قررت تستغل الفرصة. الباب الخلفي كان مطرب ومقفول بقفل مصدي. طلعت دبوس من جيبها وحاولت تفتحه بحذر، لكن معرفتش تفتح القفل. بتبص جنبها لقت مفك صغير مصدي كده ومكسور. خدته وحاولت تلعب في القفل لحد ما فتح معاها. سماح دخلت جوه المكان. ريحة المكان كانت خانقة، لكن عينيها وقعت بسرعة على مكتب مرمي عليه ورق كتير. بين الورق ده كان فيه فاكسات قديمة وتفاصيل عن شحنات. سماح قلبت في الورق لحد ما لقت ورقة مكتوب عليها بخط واضح: نقل البضاعة خلال 48 ساعة، الواجهة النهائية المينا. سماح خرجت من المكتب بسرعة، قلبها بيدق بعنف. كل خطوة كانت بتقربها أكتر من الخطر، لكنها ما كانتش قادرة تتراجع. لازم تحذر نورة قبل ما يحصل أي حاجة. الحارة كانت لسه هادية، بس سماح حاسة إن في عيون مترقبة، كأن المكان كله بقى جزء من اللعبة، وكل زاوية فيها سر مستني يتكشف. سماح خبطت على الباب بسرعة. صوتها كان متوتر: نورة، افتحي بسرعة. نورة فتحت الباب بسرعة وعينيها مليانة قلق. في ايه؟ مالك يا سماح؟ سماح دخلت بسرعة، وقبل ما تقول كلمة نورة قفلت الباب ووقفت قدامها. ايه اللي حصل يا سماح؟ سماح بصت لها وصوتها كان مخنوق. انا عرفت كل حاجة. نورة، أدهم بيتاجر في السلاح. نورة اتجمدت في مكانها، عينيها وسعت وهي بتحاول تستوعب الكلام. ايه؟ انت متأكدة؟ سماح هزت راسها بسرعة. ايوه، سمعتهم بنفسي. الشحنة هتتحرك خلال 48 ساعة في المينا. المينا هو المكان اللي هيستلموا فيه الشحنة. قبل ما نورة تقدر تستوعب الصدمة، صوت خبط عالي كان على الباب رج المكان. سماح اتوترت، لكن نورة قربت من الباب بالراحة وفتحت حتة صغيرة منه. لقت عبد الرحمن واقف بره. سامي عاوزكم في المخزن دلوقتي. سماح حست برجليها بتتخدر. أكيد هم عرفوا إنها كانت في المكتب، وإنها عرفت السر اللي كان المفروض يفضل مخفي. نورة حاولت تتحكم في أعصابها وسألت بنبرة باردة: ليه؟ عبد الرحمن ابتسم ابتسامة خبيثة. مفيش أسئلة، يلا. سماح ونورة بصوا لبعض، عارفين إن اللحظة دي هتغير كل حاجة. سماح حست بخوف حقيقي. لو راحوا المخزن من غير ما يكون عندهم خطة، مش هيخرجوا منه أحياء. لازم نتحرك بسرعة. عبد الرحمن كان واقف مستني. يلا يا نورة، سامي مستني.
نورة حاولت تسيطر على أعصابها. حاضر، تمام، ادينا بس دقيقتين. عبد الرحمن بصلهم بشك، لكن بعد لحظة رجع خطوة لورا ووقف عند الباب كأنه حارس على زنزانة. بمجرد ما الباب اتقفل سماح قربت من نورة وهمست: لازم نبعت رسالة لحد يساعدنا، مفيش وقت. نورة بصت لها بقلق: هنبعت لمين؟ سماح فكرت بسرعة: سامي. لا، مستحيل نثق فيه دلوقتي، لكن في شخص تاني ممكن يقدر يتصرف. رمزي كان واحد من رجالة سامي، لكن سماح لاحظت قبل كده انه مش مرتاح للشغلانة دي. يمكن يكون عنده استعداد يساعدهم. مسكت الموبايل بتاعها وايديها بتترعش. كتبت رسالة قصيرة: رمزي، احنا في خطر، عرفت سر الشحنة اللي في المينا. سامي عرف اننا عرفنا وهم عاوزيننا دلوقتي في المخزن، لو تقدر تساعدنا اعملها قبل فوات الاوان. وبعتت الرسالة بسرعة وبعدها بصت لنورة: دلوقتي مفيش غير اننا نستنى. دقايق قليلة عدت وكأنها ساعات. عبد الرحمن فقد صبره وفتح الباب بعنف: وقتكم خلص، يلا بينا. نورة وسماح مشوا ورا بعض، قلبهم مقبوض مع كل خطوة. لكن قبل ما يوصلوا لنهاية الحارة صوت رسالة وصل لموبايل سماح: ما تقلقيش، أنا وراكم. رمزي استلم الرسالة وهو دلوقتي جزء من اللعبة. سماح فكرت بسرعة: المواجهة دلوقتي مش هتفيد، والهروب ممكن يعرضهم للخطر أكتر. الحل الوحيد هو إنها تلعب لعبتهم وتدخل وسطهم عشان تعرف أكتر وتاخد نصيبها من العملية. وهي ماشية ورا عبد الرحمن قررت تبدأ خطتها. على فكرة، انتوا ظلمتوني. عبد الرحمن بصلها بنظرة استغراب: ظلمناك ازاي يعني؟ سماح رفعت راسها وكأنها بتحاول تبين قوة ما كانتش حساها: أنا مش غبية يا عبد الرحمن، عرفت اللي أدهم بيعمله وهو عادي، لكن بدل ما تتعاملوا معايا كعدوة ليه ما نبقاش في نفس الصف؟ عبد الرحمن ضحك ضحكة قصيرة: انت فاكرة انك ممكن تبقي جزء من اللي بيحصل؟ سماح ردت عليه وقالت له: وليه لأ، أنا عرفت أكتر من اللي كان المفروض أعرفه، ومش هعمل حاجة من غير مقابل. بدل ما تخسروني اكسبوني. نورة بصت لها بقلق، مش مستوعبة جرأتها، لكن سماح كانت مصممة. عبد الرحمن سكت للحظة وبعدها قال بصوت غاضب: نشوف رأي سامي. المكان اللي راحوه كان ضلمة وريحته خانقة والصمت مليه، كان مرعب. سماح دخلت مع نورة ومع عبد الرحمن، وكل خطوة كانت بتقربهم أكتر من المواجهة. سامي كان واقف مستني وعينيه كلها تساؤلات. أخيرا نورته. سماح قررت تضربهم ضربتها الأولى: قبل ما تحكم عليا خليني أقول كلمتي. سامي ابتسم بسخرية: أنا سامعك. سماح رفعت راسها وقالت بثقة: أنا مش ضدك، بالعكس، أنا عايزة أكون جزء من اللعبة، وهو اللي فات خلاص، انتوا محتاجين ناس بتفكر مش كده؟ سامي بصلها بخبث وقال: وانت شايفة نفسك ايه؟ سماح قربت خطوة وقالت بحسم: شايفة نفسي استثمار، لو عرفت أكتر هخدم أكتر، وأكيد ليا نصيبي. سامي بص لعبد الرحمن وبعدها رجع عينه على سماح وقال لها: نشوف. سماح كانت عارفة إن الخطوة دي مش سهلة وإن أي غلطة ممكن تخلص عليها، لكنها قررت تكمل للنهاية، تثبت لسامي إنها مش مجرد واحدة عرفت سرهم، لكنها واحدة تستحق إن هي تكون معاهم. سامي بصلها بتمعن كأنه بيختبر كل كلمة قالتها: إثبات الولاء مش بالكلام يا سماح. سماح ردت بثقة: قولي أعملك إيه وهتشوف بعينيك. سامي ابتسم ابتسامة باردة: كويس، عندي شحنة أسلحة خارجة بكرة وعاوزة حد يراقب الطريق قبل ما تتحرك، لو في كمين أو في حركة غريبة
تبلغيني فورا. سماح حاولت تخبي توترها وهزت راسها وقالت اعتبرها خلصت. في اليوم اللي بعده سماح كانت واقفة جنب عربية صغيرة، جنبها عبد الرحمن اللي بقى مسؤول عن مراقبتها. ما تفكريش انك لو لعبتي لعبة لصالحك هتعرفي تخرجي منها سليمة. سماح ابتسمت بسخرية، وانا مش غبية عشان اعمل كده. العربية اتحركت وسماح كانت مركزة في كل تفصيلة في الطريق. عرفت ان الطريق ده بينقلوا فيه الشحنات لانه بعيد عن عيون الحكومة، لكن اي حركة غريبة ممكن تبقى كارثة. وهي في نص الطريق سماح لاحظت حاجة، عربية بيضة ماشية على مسافة مش بعيدة منهم، وكل شوية تبطأ كأنها بتراقبهم. سماح حاولت تخلي ملامحها عادية، لكنها بهدوء همست لعبد الرحمن العربية اللي ورا دي مش عجباني. عبد الرحمن بص في المراية وبعد لحظة قال ببرود كملي في شغلك وانا هتصرف. العربية البيضة كانت مصممة تكمل وراهم. سماح قلبها بدأ يدق بسرعة وهي بتحاول تحلل الوضع، لكن العربية اللي كانت وراهم حركتها كانت مشبوهة. دلوقتي سماح مش هتكون ضد العصابة، هي قررت تكون جزء منهم، والفرصة قدامها عشان تثبت إنها تستاهل. عبد الرحمن لاحظ الهدوء اللي غطى وشها فسألها بنبرة تحدي مش هتبلغي سامي؟ سماح بصت له بنظرة ثقة، ليه أبلغه وأنا ممكن أحلها بنفسي؟ عبد الرحمن اتفاجئ من ردها لكنه ابتسم ابتسامة خفيفة. عاوزة تلعبي بجد يا سماح؟ سماح هزت راسها، أمال أنا هنا ليه؟ سماح فكرت بسرعة، لو فعلا العربية اللي وراهم بتراقبهم أكيد ليها هدف، لكن عشان تعرف هما مين وعاوزين إيه لازم تلعب بحذر. خلي الطريق عادي، ما تعملش أي حركة مريبة. عبد الرحمن بصلها باستغراب، وانت ناوية تعملي إيه؟ ابتسمت بخبث، هنخليهم يورونا هم عايزين ايه. عبد الرحمن كمل في الطريق عادي، وسماح فضلت مراقبة المرايات الجانبية بعناية. كل مرة العربية تسرع عبد الرحمن يسرع برضه، ولو العربية بطأت هم كمان يبطئوا. كانت لعبة أعصاب، وسماح بدأت تحس إن السواق اللي وراهم ما بقاش مرتاح. وفجأة سماح قالت ادخل في الحارة اللي جاية. عبد الرحمن نفذ من غير تردد، والعربية البيضة اضطرت تمشي وراهم، لكن المسافة بقت أقرب. سماح عرفت إنهم وقعوا في الفخ. خليك ثابت، أول ما يوصلوا عندنا أنا هتصرف. أول ما العربية البيضة قربت سماح فتحت شباك العربية ومدت راسها بره، بصت للسواق بجراءة، انتوا عاوزين ايه؟ السواق اللي كان لابس نضارة سودا مردش، لكن سحب التليفون من جيبه وكأنه بيبلغ حد. سماح ضحكت كده وهي بتقول لعبد الرحمن خلاص عرفت هما مين. عبد الرحمن رفع حاجب كده وقال لها مين دول بقى؟ سماح بصت له قدامها بتركيز وقالت ناس بتراقب الشحنة، لكن مش شرطة، دول منافسين وعاوزين يعرفوا أكتر عن اللي سامي بيخطط ليه. عبد الرحمن سألها طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ سماح ابتسمت ابتسامة كلها ثقة، هنسبقهم طبعا بخطوة. سماح فكرت بسرعة، المواجهة دلوقتي مش في مصلحتها، لكن لو لعبت اللعبة صح ممكن تكسب أكتر من اللي كانت متوقعاه. عبد الرحمن هات تليفوني. عبد الرحمن بصلها باستغراب، انت ناوية تعملي ايه؟ سماح ابتسمت بخبث، هعرف هما مين وهشوف لو عندهم عرض أحسن. سماح طلعت التليفون وكتبت رسالة صغيرة على ورقة قديمة كانت في العربية، أنا مش عدوة، ممكن نتكلم؟ وقلبت الورقة بسرعة وكتبت رقم تليفونها، وبعدها لمت نفسها وبصت للعربية اللي ورا. عبد الرحمن هدي السرعة شوية. عبد الرحمن نفذ والعربية البيضة قربت أكتر. سماح فتحت الشباك بحركة سريعة ولوحت بالورقة قبل ما ترميها من الشباك، خلتها تقع قدام العربية التانية. بس كده، لو عايزين بقى يتكلموا هيتصلوا. الدقايق اللي بعد كده طويلة، لكن سماح فضلت هادية وكأنها متأكدة من اللي بتعمله.
عبد الرحمن كان بيراقب المراية بعصبية وقال لها: لو طلعوا ناس بقى ما بيرحموش هنعمل ايه دلوقتي؟ سماح ردت بثقة: كل حاجة وليها تمن، وانا عارفة انا بعمل ايه. وفجأة التليفون رن، رقم غريب. سماح ابتسمت وهي بترد: الو. صوت راجل جه من الناحية التانية، نبرته كانت تقيلة وغامضة. انت عاوزة ايه؟ سماح ردت بنفس النبرة الجريئة: مش انا اللي عاوزة، انت اللي كنت ماشي ورايا، بس بدل ما تفضل متخفي ليه ما نتكلمش بوضوح؟ رد عليها وقال لها: احنا عارفين انت تبع مين. قالت له: وانا عارفة انتوا عاوزين ايه. سماح سمعت صوت ضحكة خفيفة من الراجل: واضح انك مش عادية. بس ليه الثقة دي كلها؟ لان اللي زي ما بيرميش ورقه الاخير بسهولة. انا جوه الشغلانة وعارفة اكتر مما تتخيلوا، ولو عايزين تعرفوا اكتر يبقى لازم نتكلم بصراحة. وفي لحظة صمت سماح حست انها مسكت طرف الخيط. سماح قررت تلعبها بذكاء. لو كانت عايزة تعرف مين دول والناس دي شغالة مع مين، لازم تمسك طرف الخيط من غير ما تكشف ورقها. الصوت من الناحية التانية مستني ردها: أنا مش ببص في ورقة واحدة، وبعرف إمتى احتفظ بالمعلومة وإمتى أبيعها. الراجل ضحك ضحكة خفيفة وقال لها: كلام كبير يا بنت سامي، بس الكلام من غير دليل ما يسواش حاجة. سماح ردت عليه بثقة وقالت: ولو قلتلك إن أعرف سامي عامل إيه في الشحنة الجاية، مش بس الطريق اللي هتمشي فيه، لأ، واللي مستنيها في النهاية كمان. من الناحية التانية سماح سمعت صوت خطوات كأن الراجل بيتحرك في مكان واسع. كلامك مش غريب، بس انت لسه ما دخلتيش في الجد. سماح قررت تستفزه أكتر: أنا ممكن أكون ورقة رابحة ليكم، وسامي مش عارف إني بتكلم معاكوا دلوقتي، ولا هيعرف لو قررنا إننا نكسب سوا. الراجل سأل بنبرة كلها شك: وانتي عاوزة ايه المقابل؟ سماح ضحكت ضحكة خبيثة وقالت: كل حاجة ليها تمن، بس قبل ما أقولك عاوز أعرف انت مين، وانت بتشتغل لصالح مين. في لحظة صمت غريبة سماح حست ان الراجل بيفكر، لكن اللي جه بعدها كان مفاجئ: احنا مش العدو اللي انت فاكراه، ولو عرفتي اكتر عن سامي ممكن تغيري رأيك. سماح رفعت حواجبها باستغراب: بتتكلم عن سامي كأنك عارف حاجة عنه أنا معرفهاش. الراجل رد عليها وقال: يمكن تعرفي ويمكن لأ، بس احنا هنقابلك الليلة، لو جدع خدي التحدي. وقبل سماح ما ترد المكالمة اتقطعت. سماح فضلت ماسكة التليفون وعبد الرحمن بصلها بقلق: ها، قالولك ايه؟ ردت وهي بتحاول تخفي اضطراباتها: عاوزين يقابلوني الليلة. عبد الرحمن هز راسه بقوة: مش فكرة حلوة يا سماح، الناس دي واضح انهم مش سهلين. ابتسمت ابتسامة خفيفة: وانا كمان مش سهلة. سماح قررت تلعبها بذكاء اكتر، حتى ولو كانت عاوزة تثبت نفسها مع العصابة. مفيش مانع تبقى عارفة سامي بيفكر في ايه، وجوده في الصورة ممكن يكون لصالحها، ولو في خطر حقيقي يبقى هيكون في ظهرها. مسكت التليفون واتصلت بسامي. مين؟ صوته كان تقيل ومختصر كالعادة. سماح ردت بنبرة هادية لكن فيها لمحة من الجدية: أنا سماح، حصلت حاجة ممكن تهمك. سامي سكت للحظة كده وبعدها قال: قولي. سماح بدأت تحكي بحرص من غير ما تبين كل التفاصيل. قالت له عن العربية اللي كانت بتراقبهم، وإنها رمت ورقة برقمها، وإن حد منهم اتصل بيها قالولي إنهم عارفين إني تبعك وإنهم عاوزين يقابلوني الليلة. سامي صوته بقى أعمق: وإنتي ناوية تروحي؟ سماح قالت له: لو عرفت هما مين ده هيكون لصالحنا، لكن حبيت تبقى عارف كل حاجة. سامي ضحك ضحكة بسيطة كده وقال لها: ها، ذكية يا سماح، بس فاكرة إن الناس دي بيلعبوا بنظافة. أنا مش خايفة،
بس أنا محتاجة أعرف أنت معايا في ده ولا لأ. سامي سكت لحظة وبعدها قال بصوت حاسم: روحي، لكن خدي بالك وأنا هخلي عيني عليكي، لو لعبوا لعبة وسخة مش هسكت. ابتسمت بخفة كده وقالت له: تمام. وقبل ما يقفل الخط معاها قال لها: سماح، اثبتي، انت تستحق تكوني معانا. سماح قفلت التليفون وهي حاسة بخليط من التوتر والإثارة. عبد الرحمن كان واقف قصادها وعينه مليانة تساؤلات. سامي قالك ايه؟ قالك روحي؟ ايوه، قال لي روحي. عبد الرحمن هز راسه باستغراب. وانتي هتروحي فعلا؟ ابتسمت ابتسامة كلها ثقة. طبعا، ومش هكون لوحدي، حتى لو محدش شايفهم. عيون سامي هتبقى في كل مكان. سماح عرفت ان الثقة لوحدها مش كفاية في اللعبة دي، الخطر موجود في كل زاوية، وان غلطة بسيطة ممكن تكلفها حياتها. عشان كده قررت تكون مستعدة لكل حاجة. فتحت درج قديم في أوضتها وطلعت مطوة صغيرة حادة جدا وبتلمع. كانت تعرف إن السلاح مش الحل في كل مرة، لكن أحيانا وجوده بيطمن أكتر من أي كلام. وقالت لنفسها: لو الأمور باظت هعرف أدافع عن نفسي كويس. بسرعة خبت المطوة في جيب الجاكيت الجلد الأسود اللي كانت لابساه. لبسها كان بسيط بس فيه هيبة، والبوت الطويل زود شموخها. المكان اللي حددوه للمقابلة كان جراج مهجور في منطقة على أطراف المدينة. المكان كان هادي بشكل مريب، كأن كل الأصوات تلاشت بمجرد ما العربية وقفت قدامه. عبد الرحمن كان قلقان وعينه مش مطمنة. متأكدة من ده يا سماح؟ سماح بصت له بحدة. أنا مش هرجع في كلامي. نزلت من العربية بخطوة ثابتة كأنها بتواجه مصيرها من غير تردد. داخل الجراج كانت الإضاءة خافتة وريحة الزيت القديم مالي المكان. سماح سمعت كل خطوة بتخطيها في قلب المكان، وفجأة خرج من الضلمة راجلين ملامحهم قاسية ووشوشهم بتقول إنهم مش ناس عادية، لكن اللي وقف في النص بينهم كان مختلف. راجل في منتصف الأربعينيات من عمره، لابس بدلة رمادي وشعره متسرح بعناية. عيونه كانت حادة كأنها بتحلل كل حركة بتعملها سماح. أخيرا، سماح بنت سامي. سماح رفعت راسها بتحدي. انت مين؟ الراجل ابتسم لها. أنا اللي سامي مش عاوزك تعرفي عنه حاجة. سماح مسكت أعصابها لكنها كانت حاسة بتوتر خفيف. الراجل كمل كلامه: سامي بيلعب لعبة كبيرة وانتي مجرد قطعة من قطع الشطرنج. سماح بصت له بتحدي وقالت له: طب ولو كنت أنا اللي بتحرك من نفسي؟ الراجل ضحك ضحكة مليانة سخرية. هنشوف، بس دلوقتي قوليلي انتي عاوزة ايه بالظبط؟ سماح حست في عيون الراجل اللي قدامها إنه راجل من النوع اللي مش بيحب المراوغة. الناس دي بتفكر بالفلوس والمصلحة ومفيش حاجة تهمهم أكتر من كده. سماح خطت خطوة أقرب منه وعينيها ثابتة عليه. أنا مش غبية وعارفة إن اللي بينك وبين سامي مش مجرد خلاف بسيط، لكن لو أنت فاكر إني هقف في صفه كده وخلاص تبقى ما تعرفنيش. الراجل ابتسم بخبث كده كأنه مستمتع بكلامها. وإيه اللي يخليكي تقفي معايا؟ سماح بصت له بثقة. العرض المناسب. أنا جوه الشغلانة وعارفة كل حاجة بتحصل. سامي ممكن يكون ذكي، لكن أي حد ليه نقطة ضعف، وانت عارف ده أكتر مني. الراجل قرب منها أكتر كأنه بيحاول يقرأ أفكارها. وانت شايفة نفسك إيه بقى في المعادلة دي؟ سماح ابتسمت. أنا الورقة اللي سامي فاكر إنها في جيبه، بس ممكن أكون ورقتك الرابحة لو عرفت تلعبها صح. الرجالة اللي وراه بدأوا يتحركوا بقلق كأنهم مش مستوعبين الجراءة اللي بتتكلم بيها سماح، لكن الراجل كان هادي وكأن اللي بيحصل كله تحت السيطرة. لو اشتغلتي معايا
هتاخدي ايه مني؟ سماح قربت اكتر وهمست بصوت واضح: نصيبي وسلامتي. الراجل ضحك ضحكة قصيرة وقال: عندك اعصاب حديد يا بنت سامي، بس الكلام حاجة والشغل حاجة تانية. سماح ردت بسرعة: انا مش بتكلم وبس، وانت عارف كده. الراجل سكت لحظة وبعدها قال: طيب، هنتقابل قريب. لحد ما ده يحصل ما تلعبيش بالنار يا سماح. لما خرجت من الجراج عبد الرحمن مستنيها في العربية وعينيه مليانة قلق. ايه اللي حصل؟ سماح قعدت جنبه وهي مبتسمة ابتسامة كلها خبث. العرض بدأ والرهان هيبقى عالي قوي. عبد الرحمن زاد قلقه: بس انت بتلعبي مع ناس خطرين يا سماح. سماح بصيت له ببرود: وانا مش اقل خطر منهم. سماح عارفة ان لعبتها محتاجة صبر ودهاء. لو عايزة تكسب الجولة دي لازم تكون أقرب لعدوها أكتر من أي وقت فات. وسامي مش مجرد عدو، هو لغز معقد، واللي بيسيطر عليه هو بس المصلحة. تاني يوم سماح قررت تروح المخزن اللي سامي عادة بيكون فيه. مكان واسع على أطراف المدينة، مليان صناديق خشب وكراتين، وفي رجالة كتير واقفة بتحمي المكان. أول ما سماح دخلت حست بالعيون اللي بتراقبها. الرجالة هناك عارفين هي مين، وعارفين إنها مش مجرد واحدة عادية. صوت سامي جه من بعيد وهو واقف عند مكتب خشب صغير في آخر المخزن. ابتسامة صغيرة كانت مرسومة على وشه، لكن في عيونه كان في 1000 سؤال. مش متعود أشوفك هنا من غير سبب. سماح بصت له: مش لازم يبقى فيه سبب، أعدي أسلم عليك، مش كده ولا إيه؟ سامي ضحك ضحكة صغيرة كده: انت عمرك ما بتعملي حاجة من غير سبب، وانا بحب كده. قربت اكتر وقعدت على الكرسي اللي قصاده وهي بتتظاهر بالراحة. الموضوع بسيط سامي، انا عاوز افهم اكتر عن الشغل اللي بيحصل حوالينا. سامي رمى القلم اللي في ايده على المكتب وبصلها بتركيز: وانا اللي فاكرك فاهمة كل حاجة؟ سماح ابتسمت: فاهمة اللي انت عاوزني افهمه، بس في حاجات تانية بتحصل، صح؟ سامي قعد على الكرسي ومال بجسمه لقدام. ممكن تقوليلي انت بتدوري على ايه بالظبط؟ سماح فكرت بسرعة. سامي مش من النوع اللي بيتكلم بسهولة. لو عاوزة تكسبي ثقته اكتر لازم تثبتيله انك جزء من اللعبة، مش مجرد واحدة بتحاول تفهم. انا بدور على مكاني، مش عاوزة ابقى مجرد متفرجة، عاوزة ابقى معاك في اللي جاي. سامي بصلها شوية كأن عينه بتحلل كل كلمة بتقولها. وده معناه ايه؟ سماح رفعت راسها بثقة وقالت له: معناه اني عاوزة اشاركك في العملية اللي جاية، اكون جزء منها، واثبت لك اني مش مجرد اسم في اللعبة دي. سامي ابتسم ابتسامة غامضة وقال: لو عايزة تدخلي اللعبة بجد مفيش خروج بعد كده، انت عارفة ده ولا؟ وقطعته وقالت له: ايوه انا عارفة ومستعدة. سامي بص لسماح بنظرة كلها تحدي، كأنه بيقيس مدى جرأتها. لو عايزة تبقي معانا بجد يبقى لازم الناس كلها تعرفك وتشوف انت قد ايه جديرة بالمكان ده. سماح رفعت حاجبها وعينيها لمعت: قصدك اجتماع العصابة؟ سامي ابتسم ابتسامة خفيفة: بالظبط، الليلة في اجتماع مهم مع الكبار، والناس دي مش بتاخد اي حد في اعتبارها. هيشوفوا انت مين، ووقتها هيقرروا انت تستحق تبقي في الصفوف الأمامية ولا لأ. وانا مستعدة. سماح رجعت البيت ووقفت قدام المراية وهي بتحاول تختار لبس يناسب الموقف. مش عاوزة تبان ضعيفة، لكن في نفس الوقت مش عايزة تبان مستفزة. اختارت جاكيت اسود جلد مع بنطلون ضيق وجزمة بكعب عالي. شعرها سرحته بعناية وعيونها حددتها بكحل اسود زاد من قوة نظرتها. قبل ما تخرج بصت لنفسها في المراية للمرة الأخيرة: دلوقتي أنا مش مجرد سماح، أنا واحدة في اللعبة. المكان كان عبارة عن فيلا ضخمة على أطراف المدينة، متحصنة بأسوار عالية وكاميرات في كل زاوية. سماح حست بهيبة المكان،
لكن ما ظهرش عليها أي توتر. عربية سامي كانت مستنياها عند البوابة، وعبد الرحمن كان واقف جنبها بعصبية واضحة. سماح، انتي متأكدة؟ متأكدة أكتر من أي وقت فات. ركبت العربية وسامي كان ساكت طول الطريق، عيونه كانت بتراقبها من وقت للتاني وكأنها كتاب مفتوح بيحاول يقراه. أول ما دخلوا الفيلا سماح حست بطاقة غريبة، ناس لابسة بدل غالية وسيجار في الإيدين وكلام بصوت واطي بين كل مجموعة والتانية. ريحة الكحول كان مالي الجو والعيون كلها اتجهت ناحيتها. مين دي؟ سماح بنت سامي. الجملة دي لوحدها كانت كفيلة إن النظرات تبقى أكتر فضولا. سامي أخدها ناحية ترابيزة مستديرة حواليها 5 رجال كبار في السن، كل واحد فيهم كان باين عليه إنه صاحب قرار. سماح اتعرفوا عليها. الراجل اللي في النص كان واضح إنه الزعيم، لابس بدلة رمادي وشعره أبيض لكن عيونه فيها لمعة خبث. أخيرا شفنا اللي الكل بيتكلم عنها. سماح ردت بثبات وقالت له: ويا ترى اللي سمعته عني عجبك؟ ضحك ضحكة صغيرة كده وقال لها: ده اللي هنعرفه النهاردة. الجو كان متوتر وكل كلمة بتتقال كانت محسوبة. واحد من الرجالة بص لسماح وقال: بنت صغيرة وسط الشغلانة الكبيرة دي يا سامي، انت فاكر اننا هنثق فيها بسهولة؟ سماح ما استنتش سامي يرد وقطعت الكلام بنفسها: الثقة ما بتطلبش، الثقة بتتثبت، وانا هنا عشان اثبت لكم. الزعيم ابتسم: حلوة، بس عشان نثق فيكي لازم نعرف انتي هتفيدي الشغل ازاي. سماح ما فكرتش مرتين، لو عاوزة تثبت وجودها لازم تبين انها مش مجرد واحدة داخلة تتفرج، لازم يعرفوا ان وجودها قوة مش عبء. بصت للزعيم بثبات وصوتها كان مليان تحدي: لو عاوزين دليل على ان مكاني هنا يبقى خلوني اخلص لكم على اللي واقف في طريقكم. الرجالة اللي حواليها بصوا لبعض باستغراب وسامي كان واضح عليه الصدمة. انت بتتكلمي عن مين بالظبط؟ سماح قربت اكتر وايديها اتسندت على الترابيزة بخشونة. فاكرين كريم السعداوي اللي بيحاول يدخل نفس السوق بتاعكو، عمال يتفاوض مع ناس من بره وبيحاول يبوظ عليكو الشغل؟ لو عاوزين تبعتوله رسالة واضحة أنا اللي هوصلها. واحد من الرجالة ضحك ضحكة بسخرية وقال: بنت سامي عاوزة تورينا ازاي بتلعب بالنار. ردت سماح وقالت: أنا مش بلعب، أنا اللي بشعللها. الزعيم بص لسامي اللي كان واضح إنه مش قادر يخمن سماح هتعمل إيه بعد كده، وسألها: وناوية تعملي إيه؟ سماح ردت بسرعة: كريم ماشي بحراسة طول الوقت وبيتحرك بمواعيد ثابتة، لكن بكرة بالليل عنده لقاء مع رجالته في كافيه على الطريق الصحراوي. المكان مكشوف وسهل جدا يبقى آخر لقاء ليه. الزعيم سكت لحظة وبعدها ابتسم ابتسامة باردة: لو عملتيها يبقى مكانك محفوظ، ولو فشلتي. سماح قطعته بثقة: مش هفشل. عبد الرحمن اللي كان واقف قريب اتدخل أخيرا: سماح، انت فاهمة حجم اللي انت داخلة عليه؟ أنا فاهمة أكتر مما انتوا متخيلين. سماح ما كانتش من النوع اللي بيستنى حد يعمله حاجة، لو قررت حاجة بتعملها بنفسها. عبد الرحمن كان واقف قدامها ملامحه مليانة قلق، لكنه عارف ان الكلام معاها مش هينفع. يعني انت مصممة تنفذيها لوحدك؟ سماح بصت له بحدة: مش لوحدي، معاك. عبد الرحمن لف وشه كأنه بيحاول يستوعب. سماح، اللي انت داخلة عليه ده مش سهل، كريم مش عيل، وأي غلطة هتدفعي تمنها حياتك. سماح قربت منه وعينيها ثبتت في عينيه: عشان كده مش هغلط. سماح قعدت مع عبد الرحمن في أوضة صغيرة من شقتها، وفي ورق كتير محطوط قدامهم على الترابيزة، كل حاجة محسوبة. بكرة بالليل الساعة 10 هيكون كريم في الكافيه اللي على الطريق الصحراوي. المكان مكشوف
لكن في نقطة ضعف وحيدة. عبد الرحمن سألها ايه هي؟ سماح ابتسمت: عربية الهروب. كريم ما بيحبش يسيب عربيته بعيدة، بيركنها قريب من المدخل عشان يقدر يخرج بسرعة لو حصل أي حاجة. لو سيطرنا على العربية دي هنبقى ماسكين رقبته. عبد الرحمن كان لسه قلقان، لكن سماح كانت متماسكة. أنا هخش الكافيه وراقب، انت هتبقى بره متخفي تراقب الحراس. أول ما يخرج هتكون العربية تحت سيطرتنا، هنخليه يمشي في الطريق اللي احنا عايزينه. عبد الرحمن هز راسه: وانت ناوية تعملي معاه ايه بعد كده؟ سماح صوتها كان حاسم: هنوصل له الرسالة اللي طلبوها بطريقتنا. الساعة كانت قربت على 10، وسماح وقفت بعيد عن الكافيه مستخبية وسط الضلمة. عبد الرحمن كان في مكانه متابع الحركة من بعيد. العربية السوداء الفارهة بتاعت كريم وقفت عند المدخل، وخرج منها الحراس قبله. كريم نزل بعدها لابس بدلة غالية وابتسامة واثقة مرسومة على وشه. سماح بصت له من بعيد وعينيها لمعت. اللعبة بدأت. سماح كانت فاكرة ان الليلة دي كلها تحت سيطرتها، لكنها ما كانتش عارفة ان في عيون تانية بتراقب كل حركة. الشرطة كانت عارفة عن الاجتماع وعن العملية اللي سماح ناوية تنفذها، ومن بعيد كانوا مراقبين في صمت. عربية سودا لا تحمل أي علامات مميزة كانت مركونة على بعد كم متر من الكافيه. جواها ضابط اسمه المقدم أيمن، قاعد بهدوء، عينه متثبتة على الكافيه من خلال نضارة ليلية. جنبه مساعده الضابط حسين اللي كان بيتابع باللاسلكي. الهدف وصل. سماح جوه الدايرة. أيمن ما نطقش، بس عينه لمعت بتركيز. خلي العيون عليها، عاوز كل حركة تتحسب. سماح دخلت الكافيه بخطوات واثقة. صوت الموسيقى الخافتة والدخان اللي مالي الجو ما كانش كافي يخفي التوتر اللي بيدور في المكان. كريم كان قاعد على ترابيزة في الزاوية، الحراس واقفين حواليه، لكن سماح قدرت تاخد مكان قريب من غير ما حد يلاحظها. من بعيد عيون الشرطة كانت لسه مراقبة كل حاجة. سماح كانت عارفة ان الفرصة مش هتيجي غير مرة واحدة، اي تأخير ممكن يضيع عليها كل حاجة. لكن بدل ما تستنى اللحظة المناسبة قررت هي اللي تخلقها. بصت حواليها، الناس مشغولة في كلامها والكحول مال الترابيزات. الحراس مركزين مع كريم مش واخدين بالهم منها دلوقتي أو مفيش خالص. سماح قامت من مكانها، عدت بين الترابيزات لحد ما وصلت للبار. طلبت مشروب وهي بتتكلم مع البارمان، لكن ايديها كانت في حركة مستمرة. بلمسة بسيطة كبت شوية من المشروب على الأرض، وبعدها وهي بترجع بظهرها لورا خبطت في العربية بتاعت المشروبات. الكاسات وقعت والأزاز اتكسرت بصوت عالي خلى كل اللي في الكافيه يلفوا في نفس اللحظة. البارمان اندفع ناحيتها بغضب: انتي مجنونة! سماح حطت ايديها على بقها وكأنها مصدومة: انا اسفة والله ما خدت بالي. لكن في الحقيقة ولا كانت مصدومة ولا حاجة، الفوضى اللي عملتها كانت جزء من خطتها. الحراس اتحركوا بسرعة ناحيتها عشان يتأكدوا ان مفيش تهديد. كريم بص بقلق حوالين المكان، لكن ما كانش فيه حاجة مريبة على السطح. وفي الوقت ده سماح كانت خلاص عند باب الكافيه. في العربية السوداء حسين بص لأيمن بقلق: باشا، حصلت حاجة غريبة جوه. أيمن رفع عينه من النضارة: متابعين، محدش يتحرك لحد ما نشوف خطوتها الجاية. سماح خرجت من الكافيه بخطوات ثابتة وعينيها على عربية كريم اللي كانت مركونة جنب المدخل. الحراس لسه جوه مركزين على الفوضى اللي حصلت، وده كان بالظبط اللي هي محتاجاه. رفعت موبايلها وكأنها بتكلم حد، لكن في الحقيقة كانت بترصد كل حركات اللي حواليها. عربية سودا، الجيب الجديدة، مفيش كاميرات واضحة. اتحركت بسرعة وهدوء، قربت من العربية بخطوات محسوبة. كان في ظل عميق جنب العربية استخبت فيه للحظة،
وقلبها بيدق بسرعة. سماح طلعت من جيبها جهاز صغير حجمه ما كانش أكبر من عملة معدنية. الجهاز ده كان متوصل بموبايل عبد الرحمن، ويقدر يحدد مكان العربية في أي وقت. بإيد ثابتة ركعت جنب الكاوتش الخلفي ولزقت الجهاز بإحكام من الجنب السفلي. المكان ده كان مثالي، بعيد عن العين وبعيد عن أي تفتيش سطحي. لكن اللي سماح ما كانتش عارفاه إن الشرطة كانت شايفة كل حاجة. المقدم أيمن قال بهدوء في اللاسلكي: زرعت الجهاز، خلي عينينا عليها ونستنى نشوف خطوتها الجاية. سماح عدت الناحية التانية في الرصيف التاني وكملت تمثيليتها إنها بتتكلم في الموبايل. اتأكدت إن محدش واخد باله، وبعدها بعتت رسالة لعبد الرحمن: العصفور اتحبس في القفص. الرسالة كانت واضحة: العملية دلوقتي بقت تحت السيطرة. سماح وصلت للشقة اللي كانوا متفقين عليها. عبد الرحمن كان مستنيها، عينه ما كانتش بتفارقها وهو بيسألها: زرعتيه؟ سماح هزت راسها بإيجابية. الجهاز في مكانه، العربية تحت السيطرة. عبد الرحمن خد نفسه. خلاص، دلوقتي نراقب تحركاته، وأول ما نلاقي فرصة مناسبة نتصرف. لكن اللي سماح ما كانتش عارفاه إن الشرطة كانت عارفة كل حاجة. المقدم أيمن كان في غرفة العمليات متابع كل تحركات كريم. صورة الأقمار الصناعية والجهاز المزروع كانوا موفرين للشرطة رؤية كاملة. نستنى لحد ما نعرف مكان الصفقة. احنا مش عاوزين رؤوس صغيرة، احنا عاوزين الراس الكبيرة. كريم كان فاكر انه خلاص كسب صفقة السلاح، وعلى وشك ان العملية تتم. في مستودع مهجور على الطريق الصحراوي، الحراس كانوا حوالين المكان والأسلحة جاهزة للتسليم. لكن سماح وعبد الرحمن كانوا مراقبين المكان من بعيد. سماح بصت لعبد الرحمن: احنا مش بس عايزينه يتقبض عليه، احنا عايزينه ينهار. وفجأة في اللحظة اللي كريم رفع فيها ايده عشان يأكد الصفقة، الشرطة هجمت. ارمي سلاحك، المكان كله محاصر. أصوات الطلقات التحذيرية ملت الجو، والحراس اترموا على الأرض. كريم اتقبض عليه وكل أفراد العصابة وقعوا. سماح قدرت تفلت من الشبهات، والشرطة عرفت إنها مجرد جزء من اللعبة اللي انتهت على خير. سماح قدرت تثبت ولائها للعصابة، وقدرت تثبت إنها جديرة تبقى وسط الكبار. من هنا سماح عرفت طريقها، وعرفت هتكمل إزاي.